يقول: هل الوسواس القهري من النفس أو من الشيطان؟ أحيانا من الشيطان، أحيانا من النفس. فاستخدم الرقية الشرعية إن لقيت نفعا، ونسأل الله أن يجعل فيها نفعا، لأن الله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإن لم تجد ذلك أو كان النفع قليلا، مثلا ظهر أن ما عندك لا مس ولا عندك شيء من ذلك، ذهبت إلى أطباء يعالجونك ويعطونك مهدئات حتى تسكن النفس وترتاح، يهدأ البال. مساكين والله يا أخو، والله مساكين، نسأل الله أن يرحمهم في ذهاب هذا الوسواس. بعضهم مسكين يتصل يقول: يعني كم أستخدم للاستنجاء؟ يا أخي استخدم للاستنجاء حتى تزول النجاسة. قال: ما يكفي، استخدم 7 لتر 10 لتر. قلت: يا أخي أنت تغسل الحمام ولا تزيل النجاسة؟ المهم مسكين، بكم تزال النجاسة؟ هو مسكين والله مريض، ما هو تقول إنه قلت: يا أخي النجاسة قد تزال بنصف صحة أحيانا، هذا إذا كانت النجاسة طرية، أما إذا كانت يابسة ربما بدون ذلك. المهم اضطررت أن أتكلم معه بكلام يعني التكنية فيه طيبة، لكن مسكين. آخر يقول: والله أني أدخل الحمام ما أخرج منه حتى تبكي أمي على الباب، وتفوت الصلاة، وينزع الملابس أجمع، يستنجي ثم يغتسل كاملا ويلبس ثيابه ويخرج يقول لعل فيها نجاسة. ما كلفنا الله، ما كلفنا الله. والصحيح أن السبب في الوسواس القهري أن الإنسان يتساهله ابتداء، وإلا لو يطرده يلتفت إليه خلاص يذهب الشيطان. لكن الإنسان إذا تساهل له ابتداء تمكن منه. فنسأل الله أن يعافينا ويعافي جميع المسلمين.